بما انه يعني كمان النهارده هنستفيد من خبرتك مع حزب الوسط، فاحنا قدام مصر القويه اللي احنا ما احناش عارفين برضه نقف لها على موقف. احنا مين؟ احنا المصريين اللي ما بنعرفش تفاصيل كتير. لانه يعني اليوم السابع بتقول انفراد تفاصيل اللقاءات السرية بين أبو الفتوح والإخوان، خطة مشتركة لرفض الاستفتاء ومواصلة التظاهر والتخطيط للذكرى الثانية ل25 يناير. انفراد أبو الفتوح التقى قيادات الإخوان سرا لتنسيق المواقف. وأنا عندي معلومة أنه بالأمس وقبل الأمس تم التواصل ما بين قيادات حزب مصر القوية وعناصر من حزب مصر القوية، بلاش قيادات دي، والتيار المصري اللي هم برضو شباب أبو الفتوح، مع عدد من الحركات الثورية علشان يعملوا مشهد قبيح زي اللي عملوه في إحياء محمد محمود لمجلس الوزراء اللي هم أصلا كانوا ضده. بس كمان ما احنا طيرنا المدني فيه شوية شباب كده يعني بايعين دماغهم، زي ما في الإخوان ناس هي بتربع السمع والطاعة، دول بايعين دماغهم، ما فيش فرق كبير يعني. الحقيقة أنا برضو يعني كان واصلني معلومات عن مثل هذه اللقاءات، لكن مش عاوزين نحكم المشاهد لمعلوماتنا، واليوم السابع نسبة الخبر يعني لمصادر مجاهلة. لكن هو الحقيقة خلي يعني افرض احنا ما عندناش معلومات. هو دكتور أبو الفتوح احنا محتاجين يوصلنا معلومة بهذا الشأن. دكتور أبو الفتوح منذ فصله من الإخوان، من التنظيم الإخوان، وهو يقدم خدمات جليلة لهذا التنظيم. في ناس كتير في البلد من أهمهم أبو الفتوح وبعض النشطاء حتى ولو بحسن نية، أنا بسميه شغال خادم عند تنظيم الإخوان. أنت بتعمل تصرف في النهاية شوفوا مقالته إيه والمصلحة مين. لكن الدكتور أبو الفتوح نزوله الانتخابات صب في مصلحة الإخوان. طب فتت أصوات يعني حمدين بالظبط. وكان يعني حملته بنت جزء كبير من خطابها على ان ايه، كان ناس كتير يقولوا لا والله حامدين على العين والراس، لكن فرصه قليله. يمكن نص اللي ادوا اصواتهم للدكتور ابو الفتوح كانوا عاوزين شايفين حمدين افضل ويستحق، لكن الفرص قليله. وطبعا انت عارفه يعني السيناريست الشهير مش عاوز اقول اسمه اللي قاعد يقود الحمله دي، وطلع في التلفزيون في مشاده مع المخرج خالد يوسف وقال له والله لو حمدين جاب صوت واحد زياده عن ابو الفتوح انا ما كنتش اتكلم في السياسه تاني. حمدين قرب من 1,000,000 صوت زياده عن ابو الفتوح، ومع الاسف هو لسه بيطلع يتكلم وماشي في نفس الدور في السكه دي.